السلام عليكم متتبعي الكرام القدام وجداد، عواشركم مبروكه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واحوالكم طيبه، ومرحبا بكم في قناتكم اسماء إيديت مع وصفه جديده وفيديو جديد. وصفتنا اليوم محبوبه الجماهير، كلشي كيبغيها وكيحضروها باستمرار. كتجي لذيذه ورطبه وهشيشه، ومكوناتها جد بسيطه، وكتعطي كميه اللي هي وفيره، واكيد الا جربتوها غادي تعجبكم وتعتمدوها. بقاو معايا باش تشوفوا تفاصيل وتتابعوا الفيديو من الاول حتى الاخير. وبالنسبه لمقادير ريش بوند غادي نحتاجوا المقادير التاليه. عندنا 4 ديال البيضات، كأس إلا ربع ديال الزيت النباتيه، ربعة كبيرة ديال الزبدة سنترال، زلافة صغيرة ديال السكر سنيدة مع مراش، ساشي ديال فاني، شوية ديال الملحة، وجوج خمارات الألزا ما يعادل 2 معالق صغار، والدقيق حسب الخليط. دابا في قصريه غادي نوضعوا الزبده، خاصها تكون خارجه قبل من الثلاجه، ثم غادي نضيف ليها زلافه ديال السكر سنيده، ثم ساشي فاني، وغادي نخلطهم مزيان، وغادي نضيف شويه ديال الملحه، وغادي نخدم الزبده مع المكونات حتى تنسجم. غير خاص الزبده تكون لينه باش تجمع لكم دغيا حتى تولي على شكل بوماضه كيف كتلاحظوا معايا. خدمناها مزيان، ومن بعد غادي نضيف ليها كأس إلا ربع ديال الزيت النباتيه، وغادي نخلط مزيان حتى ينسجم مع بعض. دابا غادي نضيف 4 د البيضات. انا ضفت دابا الاولى، غادي نضيف الثانيه حتى نكمل 4 د البيضات كاملين. دابا الثالثه، واخيرا البيضه الاخيره، وغادي نخلطهم مزيان حتى ينسجم الخليط مع البيض، ومن بعد غادي نرجع معكم باش نكملوا الشكل ديال ريش بوند ديالنا. من بعد ما انسجم لينا الخليط كيف كتلاحظوا معايا، دابا غادي نضيف الدقيق، نضيف الكأس الاول ديال العنبه، انا عبرت بالعنبه، والكأس الثاني والثالث، وغادي نحركهم مزيان، ومن بعد غادي نزيد عليهم 2 خمارات اللي هما 2 معالق صغار ما يعادل 2 ساشي ديال الزا. غادي نحركهم مزيان، وغادي نضيف الكأس الرابع، غادي نزيد ليه الدقيق، وغادي نزيد كأس آخر اللي هو الخامس. أنا غادي نستمر على هاد الشكل حتى نكمل الكمية ديال الدقيق اللي غادي تدخل ليا، ومن بعد غادي نرجع معاكم باش نوريكم الشكل ديال العجينة وشحال دخل ليا ديال الدقيق. كيف كتلاحظوا معايا، من بعد ما جمعنا العجينه ديالنا دخلت لينا 7 الكؤوس ونصف ديال العنبه ديال الدقيق، كتجي ما قاصحه ما خفيفه. دابا غادي ندوزو باش نشكلوها كويرات صغيره.
ما تحاولوش ديروهم كبار حيت فيهم الخميره. كنخليوهم في اللاطه متباعدين على صفيحه اللاطه كيف كتلاحظوا معايا على هذا الشكل. ما انا غنبقى مستمره على هذا الشكل حتى نكمل الكميه اللي عندي ديال الريش بوند، وغادي ندخلوها للفران حتى غادي طيب. كنديروها الفوق وعاد كنهبطوها لتحت، ومن بعد غادي نرجع معكم باش نوريكم طريقه التزيين. من بعد ما طاب لينا الكاطو ديالنا ريش بوند كيف كتشوفوا على هذا الشكل ما كيجيش محمر، غادي نحتاجو لتزيين كوكو بالنوعيه الجيده، نصف كاس زهر، انا عندي الزهر ديال الدار، وعندنا هنايا قرعه صغيره ديال كونفيتور. الكميه انا اللي درت ديال الكاطو دخلت لي هي قرعه صغيره ديال كونفيتور ديال المشماش. غادي نضيف شويه ديال الزهر ضروري على حساب النسمه وباش يخفف لينا شويه ديال الكونفيتور. دابا كنحركوه، غادي نوضعوه فوق البوطه حتى على نار مهيله حتى يتطلق لينا كيف كتلاحظوا، ومن بعد غادي نطفي البوطه. دابا غادي نضيف ريش بوند ديالي على كونفيتور، غادي نوضع واحد الكميه وغادي نحركوه مزيان. غير خاص كونفيتور يكون سخون حيت الا كان الكاطو بارد باش الكاطو كيشرب الكونفيتور. كنحركوه وكنخليوه شويه في الكونفيتور، ما كنهزوش دغيا ونحطوه في الكوكو. دابا غادي بعد ما شرب لينا غنهزو جوج الحبات وغنلاصقوهم وغادي نمرمدوهم في الكوكو مزيان على هذا الشكل بهذه الطريقه هذه، وغادي نوضعوهم في الطبسيل. انا غادي نبقى مستمره على هذا الشكل بنفس الطريقه كيف كتلاحظوا معايا، ومن بعد ما غادي نكمل الكميه ديالي كامله غادي نرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي كيف كيجي. هذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ريش بوند اللي حضرت معكم اليوم. كتجي فعلا زوينه بزاف بزاف، وكتجي كتذوب في الفم ورطبه كيف غادي تلاحظوا معايا، غزاله. كنتمنى تجربوها وكنتمنى تشجعوني باللايكات ديالكم الرائعين اللي كيحفزوني انني دائما باش نجيب لكم الجديد، وتشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا زر الجرس، هذا فضلا وليس امرا باش يوصلكم اي جديد في القناه ديالي. نتلاقاو مع فيديو آخر. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.